بص السؤال ده كده يا جماعه، السؤال ده تبع الاستخدامات بتاعه العناصر الانتقاليه، تبع استخدامات عناصر الانتقاليه. تعال نشوف السؤال بيقول ايه ونحلل السؤال واحده واحده وتكتسب مهاره ازاي ان انا احلل السؤال، ازاي ان انا اوصل للاجابه. طيب بص كده بيقول لك عنصر انتقالي من 3 دي. استنى بس، اول حاجه هتيجي في دماغي ما دام قال 3 دي يبقى على طول اقول له الدوره الايه؟ الرابعه على طول. يبقى انا هنا عايز عنصر من الدوره الرابعه، ومعنى انه قال لي عنصر من الدوره الرابعه يبقى اكيد يا من السكنديوم لحد مين؟ لحد الخرسين. من السكنديوم لحد الخرسين 10 عناصر اللي انا حافظهم كويس. خلاص؟ فاكر الشفره بتاعتنا اللي بنحفظ بيها العناصر؟ فاكر؟ انا نسيتها. سكر تي في، كرمن حديد، كوني نحاس خرسين، او الشفره الثانيه اللي هي 6 فكم حكوني نحاس خرسين. تمام؟ شفرتين بنحفظ بيهم اللي هم ال10 عناصر، والناس طبعا ايه فاهمه الكلام، الناس اللي عندي فاهمه الكلام ده كويس. طيب حلو. عنصر انتقالي من 3 دي، عدد اوربيتالاته النصف ممتلئه يساوي عدد مستويات الطاقه الرئيسيه. خد بالك ما دام هنا قال لي الدوره الرابعه يبقى عنده كم مستوى طاقه رئيسي؟ ما دام الدوره الرابعه يبقى عنده 4 مستويات، يبقى هو كده اهو عنده 4 مستويات طاقه رئيسيه. خلاص؟ 4 مستويات طاقه رئيسيه. وبيقول لك هنا سؤال عدد اوربيتالات النصف ممتلئه يساوي عدد مستويات الطاقه الفرعيه. طيب هو تبع السلسله الانتقاليه الاولى يبقى اخره على طول 4 اس، يبقى هنقول له كده ارجون 18 4 اس و3 دي. طب يا مستر هو عنده 4 مستويات طاقه رئيسيه وعدد الالكترونات اللي في الدي نفس عدد مستويات الطاقه الرئيسيه، يبقى عنده كام الكترون في الدي؟ يبقى 4. برافو عليك، يبقى دي كده فيها 4. خلاص عنده 4. بس خلي بالك هو هنا بيقول لك عدد اوربيتالات النصف ممتلئه يساوي عدد مستويات الطاقه الرئيسيه، يعني النص ممتلئه هي الاربعه. طب مستر وارد يكون عنصرين، وارد يكون كروم او حديد. وارد يكون كروم او حديد، ليه؟ اقول لك ببساطه شديده، لو بصيت على دي كده بص على الكروم، بص كده على الكروم. مش الكروم كان عنده يا جماعه اهو، مش الكروم لو احنا قلنا 4 3 دي 4 يبقى ينفع 4 الكترونات مفرده صح؟ ينفع 4 الكترونات مفرده وتنفع الحديد. ليه؟ بص كده على الحديد، الحديد عدده الذري 26. الحديد عدده الذري 26، فاول واحد فيه ازدواج والباقي كله مفرد صح كده؟ طب يا مستر مين ومين؟ ده كروم وده حديد، اختار كروم ولا حديد؟ مبدئيا الكروم هستبعدها. ليه؟ اصل خد بالك الكروم ما كانتش دي 4. الكروم كان عنده 4 الكترونات، فكنت واخد واحد من الاس واديه للدي، فتبقى دي مش 4 تبقى دي كام؟ 5. يبقى اذا ما تنفعش دي 4 عندي في الكروم، يبقى انا استبعدت الكروم. فاضل معايا عنصر مين؟ الحديد 26. فعلا 26 عنده هنا اوربيتال في ازدواج، والاربع الكترونات او الاربع اوربيتالات الباقيين نصف من ايه؟ نصف ممتلئ. بس كده. يبقى تعالى كده انا وصلت كده للعنصر اهو، تعالى نشوف الاستخدامات. خد بالك في السؤال بيقول لك كل ما ياتي صحيح ما عدا، يبقى هو مش عايز الصح هو عايز الايه؟ الغلط. طب تعالى نشوف. عامل حفاز في صناعه الامونيا صح. بيصنع منه غاز بيصنع منه نشادر او الامونيا صح. طب الثانيه صناعه المغناطيسات فعلا. الحديد والكوبالت بستخدمهم في صناعه المغناطيسات. صناعه ادوات الجراحيه فعلا الحديد، لكن مين اللي غلط؟ بص كده طلاء المعادن. هل الحديد بيستخدم في طلاء المعادن؟ لا، الحديد مش بيستخدم في طلاء المعادن، هي دي الإجابة.